لاعب المحترف حق الاهلي ايضا برضه يتحمل المسؤوليه. في المقابل نشيد في الهلال صراحه، مدرب الهلال تصرف تعامل مع الشوط بذكاء. لو لاحظنا طلع مسفر واعطاه راحه في نقاط كانت جدا صعبه، بس كان يفكر في نهايه الشوط، اضافه الى هدوء لعيبه الهلال على الرغم من حداثه لعبهم، يعني صغر سنهم، واستطاعوا في نهايه المباراه نهايه الشوط الثالث يعني انهم يقروا المباراه بشكل صحيح الشوط الثالث، واخذوا اكثر من نقطه جدا مهمه. انا صراحه استغرابي في عمليه تذبذب المستوى بشكل كبير. احنا نعطي العذر للهلال، الهلال لسه طالع بطوله خليجيه واضح عليه الاعياء، لكن بالنسبه للاهلي ما كان عنده مشاركه، واضح ان المستويات النجوم ما هو مو في مستوياها. اضافه الى الهلال متاثر، الهلال ما عنده فترة التوقف اثرت على الاهلي بالسلب. هو المفروض تكون بالايجاب، المفروض لانه الهلال لسه طالع بطوله خليجيه وعامل مجهود. كابتن صالح تعليقك على الشوط الثاني. انا اللي انا شفت انه المدرب من بدايه الشوط الين حقق تقدم كبير، كان اعتماده على الهجوم مع عمق الشبكه مع يوسف مع ابراهيم، وحقق فيها نجاحات كبيره. بعدين الهلال يوم شافوا الضغط ضغطوا عليهم بالارسال واضطر يفتح اللعب. اطراف الهلال اليوم غير موفقه، وخاصه المحترف اليوم دوره فقط دفاعي، اما استقبال او ديفنس، وحتى في النقطه كان له دور او في الارسال. بينما بالهلال قاعدين يهاجمون مع كل الجهات. نواف الخيط قاعد اليوم انا اعتبره هو اللي شايل الفريق.